والله يا جماعة زي ما بيقولوا عمار يا مصر، النموذج المصري دايما مشرف في أي بلد من بلدان العالم. معنا النهاردة في صباح جديد أحد النماذج المصرية المشرفة. هو مهندس مصري سافر إلى أوروبا وعمل في أحد المصانع الأوروبية، وحصل على أفضل اختراع في هذه المصانع الأوروبية لدرجة دقة تصل إلى 1/100 من المليمتر. دعونا من هذا الشأن دعونا نذهب إلى شأن آخر. سافر إلى 72 دولة على مستوى العالم، دخل لمدة 23 ألف ساعة داخل 20 غابة استوائية. له كتاب يعد الأكثر مبيعا داخل القارة الأوروبية، وهو كتاب الرحالة والغابة، واللي ربما نفذت طبعاته قبل أقل من عام واحد في القارة البيضاء، القارة الأوروبية. معنا الرحالة والمهندس والشاعر الأستاذ أحمد الشاوي. صباح الخير. صباح الفل. أرجو أن أنا يعني أكون أوجزت طبعا أنت قلت تقريبا الاتجاهات المختلفة يعني. طيب خلينا نبدأ بمجال المغامرات أو الرحلات. يعني أنت عرفت باسم ابن بطوطة المصري. 72 دولة. أكثر الدول اللي أثرت داخل ذاكرتك كانت أي دولة تحت؟ صعب، سؤال صعب، لأن كل دولة لها جانب جمالي، وكل دولة لها وجه آخر. يعني زي ما أنا أكون أقارن بين الفواكه، أقول الموز الأحسن ولا التفاح ولا المانجا. المانجا لها طعم والموز ليه طعم. طب خلينا نبدأ من الغابات الاستوائية. يعني الغابة الاستوائية تعيش فيها بمفردك طبعا، بدون أي تجهيزات. بدون أي تجهيزات. ده كان تحدي؟ يعني أنا بعتقد أنه كان تحدي، أو أنا بعتقد أن الإنسان بطبيعته البشرية قادر على المعيشة في هذا المجال. أنا بعتبر أن ده المكان الأصلي للإنسان. الإنسان أول ما وجد كان موجود بدائي في داخل الغابات. كان بدائي وعايش، وما زال في بعض القبائل البدائية عايشة في داخل الغابات الاستوائية، وعايشين بدون تجهيزات وبدون كل حاجة. وأنا معتقد أن حتى الجسم البشري عنده المقدرة على يعني استحداث المناعة اللازمة للتعامل مع هذا الجو. طبعا العملية بتاخد، ما ينفعش الواحد يطلع من المدنية ويخش الغابات الاستوائية تاني يوم هيموت، ده ما فيش خلاف على ذلك. ولا الجسم معد، بيبقى فيه مراحل تمهيدية. حتى أول ما بخش الغابة أفضل حوالي أسبوع أو 10 أيام في المنطقة اللي احنا بنسميها أطراف الغابة. أبدأ كده أسيب تفهم الدنيا واحدة واحدة كده، وأقعد أجيب حتة خشبة أتسلى فيها، أضيع الوقت. عامل الوقت لازم يأثر عليا، وعامل المكان علشان أبقى وصلت مش بس بجسمي وبروحي. وبعد كده ببدأ واحدة واحدة على ما الودن تبدأ تسمع. احنا ودنا في الحياة العادية تقريبا ما بنستعملهاش. هناك حياة أو موت، انك تسمع صوت حيوان جاي. للعين، كل حواس الجسم احنا بنستعمله أنصاف هذه الحواس. أكبر الغابات اللي رحتها كانت فين؟ من أجمل الغابات اللي على وجه الأرض غابات موجودة في جنوب شرق الصين وشمال لاوس، اسمها غابات سيشوانجبانا. دي من الغابات اللي تقريبا ما زالت محافظة على طبيعتها بكر إلى حد كبير. الفلبين فيها جزر لم يكتشفها بشر حتى الآن. يعني الجزيرة، أنا دايما بأكرر هذا الموضوع، اللي بيقول لي أنا عايز أشتري جزيرة، في 3000 جزيرة موجودين هناك خاليين تماما من البشر وصالحين للسكان، صالحين للحياة. الكرة الأرضية لم تكتشف بعد كما كل العالم يدعي. ربما من الساتلايت هو يقدر يشوف من فوق الصورة العامة، لكن تفاصيل الحياة كيف تصل في آلاف الجزر المتناثرة في المحيط الهادي. طبعا الوصول هناك عملية خطيرة جدا، ما فيش ولا طيران ولا في سفن ولا في حاجة. وأحيانا اضطريت ان اخد قارب صغير واوصل لجزيره في المحيط الهادي زي جزيره بوكاسا. ده كان رعب بقى، يعني بالقارب اللي طوله 11 متر والموج اللي يرفع 7 متر وينزل، والعمليه بقى يعني هجره غير شرعيه. يعني يعني قعدت فعلا اما وصلت في وسط المعمعه والموج بيجي والميه بتاع، قفلت على نفسي وبدات ادعي من دعوه سيدنا يونس ان ربنا ينقذني زي ما انقذه من بطن الحوت. كنت لوحدك؟ معيش الا سواق القارب بس. وفي اغلب الحالات بقول له سيبني وتعالى مثلا كمان 15 يوم، كمان 20 يوم، وبحاول اعيش في هذا المكان لوحدي مع الكائنات والحيوانات الموجوده هناك. طب خلينا نقول ان يعني احد الغابات دي كانت في احدى الجزر دي. اول ما دخلت عملت ايه في احدى الجزر؟ يعني انا هقول لسيادتك حاجه. اغلب هذه الغابات فيها بعض الكائنات البشريه او نقول القبائل البدائيه اللي عايشين هناك. المشكلة دايما بتبقى المقابلة الأولى مع هذا الإنسان. إذا أنا رحت له في وضع صحي ومدجج بالأجهزة هيقتلني.
فهيخاف. انا بروح انا احيانا في هذه الرحلات بيبقى دقني طويله ومعيش حتى هدوم وسخه ومعايا عكاز كده وماشي، وده كلها عند خط الاستواء، حراره خط الاستواء والبرد والحراره المرتفعه ودرجه الرطوبه العاليه جدا، العرق بيبقى لازج، فببقى منهك القوه تماما. انا بضطر اخد معايا احيانا شويه ملح عشان ما افقدش الاتزان بسبب العرق الكثيف، الحس شويه ملح عشان احافظ على الاتزان، ورايح له انا كده فاقول له كده انا جعان. اي واحد على وجه الارض تروح له في وضع ضعف وتقول له جعان هياكلك. اي واحد تروح له وتقول له انا عطشان هياكلك. تبقى متعمد كده. انا متعمد. ده بالعكس، ده احيانا في بعض الحالات كنت بتعمد اما احس بوجودهم. احنا دايما نقول الواحد ما يروح لهمش، الواحد يقرب منهم ويخليهم هم اللي يجوا له. فكنت اجي في منطقه ويعني انام هناك فيلاقوني راجل تعبان منهك القوه كده، دقني كبيره وقاعد نايم، فييجوا هم يتجسسوا اخباري، وواحده واحده يبداوا يقربوا مني، ومن هنا يبدا الاحتكاك. وبدخل معاهم وباكل اكلهم وبعيش حياتهم. بتفهمهم؟ بفهمهم. ازاي؟ بلغه الاشاره طبعا. لغه الاشاره لغه عالميه، والغريب ان في المواقف الحرجه الانسان بيطور هذه اللغه الى درجه يصعب علينا تخيلها. يعني دلوقتي لو حاولت اقول ننقل الحاجه بلغه الاشاره هنلاقي صعوبه، لكن لو في موقف مفيش خيار تاني فيعني ممكن نقل كميه كبيره جدا من المعلومات بالاشاره بلغه العين. الانسان هو الانسان في كل مكان على وجه الارض. طب مش غريب انك بتقول غابات استوائيه؟ يعني اول ما يتبادر لذهن الانسان لما يسمع هذه الكلمه بيقول افريقيا. نصيب القاره السمراء كان معاك عامل ازاي؟ انا كنت لسه جاي في فبراير 2009، كنت في غرب افريقيا، كنت في جمهوريه افريقيا الوسطى، في الجابون، في الكاميرون، في الكونغو، في المنطقة الغربية خصوصا لأنها ما زالت منطقة غير متحضرة تماما. وكان موجود هناك القبائل اللي هي قبائل البيجيميك، كنت أنا رايح لهم مخصوص، آخر قبائل أقزام على وجه الأرض، اللي هم حوالي 60 أو 70 واحد ما زالوا عايشين داخل الغابات. وأنا خدت الطريق ده كله. أنا طلعت من بروكسل، من ميونخ على بروكسل، من بروكسل على ليبيا، من ليبيا على بنجي، وخدت الطريق البري ومشي وموتوسيكل وداخل الغابات على ما وصلت للقبائل اللي هم قبائل الاقزام. اخر طب انت تبقى محدد هدفك يا باشمهندس من الاول؟ الى حد ما المناطق دي ما فيش معلومات دقيقه عن هذه الغابات، وما فيش معلومات عنها. كل الكلام الاسماء اللي بقولها دي كلها، اما اقول قبائل التجاري، ما حدش على وجه الارض يعرف يعني ايه قبائل تجاري، ولا حتى يعني القبيله دي موجوده في اكوادور. اسال الحكومه الاكوادوريه عندكم ما يعرفوش حاجه اسمها قبائل. دول قبائل غير معروفه خالص على وجه الارض. فكميه المعلومات بتبقى تقريبيه، لكن في المكان نفسه اوصل لمعلومات حقيقيه، وساعات بوصل وما الاقيش حاجه خالص واغير اتجاهي خالص وارجع اتجاه تاني. انا في الرحله الاخيره لوحدها واخد 12 رحله طيران في رحله واحده، يعني بضطر توصل لمكان واحد. نعم بضطر، والطيران لوحده ما يكفيش، ده بعدها باخد السيارات حتى تنتهي الشوارع، واخد القوارب لحد ما تنتهي القوارب، وبعد كده طبعا ما بيبقاش الا طريق المشي على الاقدام، ودي الطريقه دايما اللي بتجيب نتيجه. طب خلينا ناخد نموذج من النماذج الكتير دي. لما كنت رايح القاره السمراء نعم. او في افريقيا، كنت رايح لقبيله بعينها او كنت محدد هدفك من الانترنت مثلا، من قراءاتك؟ انا كنت في افريقيا، انا كنت فعلا رايح لهذه القبيله. كان هدفك ايه في الزياره الاخيره؟ القبيله دي قبيله غريبه الشكل. القبيله دي الأطفال بيولدوا أطفال طبيعيين جدا لغاية ما يوصلوا لأول بادرة من بوادر النضوج، ويتوقف النمو. إذا وصل 90 سنتي بيقف النمو، إذا وصل متر بيقف النمو، إذا وصل متر و10 وبعدها يقف النمو وما ينموش بعد كده خالص. وأنا كان بتستهويني الناس دول، والناس دول معروفين إنهم بيكسروا أسنانهم. السنان اللي قدام بيكسروا الأسنان، بيحولوا الأسنان القاطعة إلى أنياب. يعني طب الناس ده بيعملوا كده ليه؟ وبيعيشوا ازاي؟ وبياكلوا ازاي؟ وبيتجوزوا ازاي؟ عندهم تعدد في الزوجات، عندهم قبلة بين الرجل والمرأة، عندهم. عايز اعرف ادق التفاصيل. عرفتها؟ طبعا. وعشت مع الناس دي، انا عشت معاهم اكتر من 26 يوم، اكل وعايش معاهم في وسط الغابات. بدأت معاهم بالطريقه طبعا ان انا عايز اكل. بس هم كان عندي مشكله، هم بياكلوا القرود نيه، لحمه ني، دي انا ما قدرتش عليها. انا بقيت استغنى عن ذلك، الاقي لي تعبان ولا بتاع، تعبان اهون من